لو رحنا للسيب هتلاقي معرف لك السيب هنا ويقول لك ان هي string ايه inserted between value والديفولت بتاعها ايه space. كود وذا سم من الصفر نبدأ نوصل للأحلام. يا سلام لابتوب مفتوح قلبك مليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما. لو انا قلت لك ان انا عايز اطبع الحاجة اللي ظاهرة لك قدامك على الشاشة دي هتعملها ازاي؟ هتقولي سهلة خالص. هنعمل برنت تمام ثم الدبل كوتيشن عشان ده نص اعملها بالشكل ده. تمام اطبع كده رن الكود جابها لي بالشكل ده. قلت لك تمام كويسة جدا. قلت لك طب لو ايه رأيك بقى لو السنة ده كان المستخدم هو اللي مدخلها هنا والشهر المستخدم هو اللي مدخله هنا واليوم برضو المستخدم هو اللي مدخله. تعالى كده نعمل بقى متغيرات بالكلام ده. هنقول year وهتاخد من المستخدم رقم يبقى انت input ونقول له هنا الرساله بتاعت ايه ليه عادي. تمام هنعمل كمان واحده للمانث للشهر انت input وبعد كده نحط ايه المانث بتاعنا. وكمان للدي هنعمل واحده للدي متغير للدي يخزن القيمه بتاعت الدي input ثم نعمل دي كويس. وتقول لي ممكن نعمل متغير بيهم ان هو يربطهم كلهم. هقول لك هنستخدم البلس عمليه الكونكاتونيشن. هنا هنستخدم بلس ولا كوما؟ هقول لك كوما. ليه؟ لان ده ارقام لو عملت بلس هيجمعهم. انا مش عايز جمع انا عايز يربطهم لي فهتبقى يير. تمام كوما مانث كوما ثم الدي بالشكل ده كده. تمام ونشيل بقى الكلام ده ونبدا نستدعي الاول. صح؟ هتقول لي كده هنبدا نستدعي الاول ولكن لو جينا شغلنا مش هيطلع نفس الكلام. طبعا هندخل الير 2026 انتر المانث 3 اهو. هل طلع نفس اللي انا عايزه بالظبط ده؟ لا. امال ايه بقى المشكله؟ في حاجتين. في اول حاجه في عندي في البراكتس وتاني حاجه في الكوما ظاهره دي انا عايز اشيل الكوما واحط مكانها الوايت سبيس او المكانه اللي هي العلامه دي. تمام خلينا نشيل الاقواس. عن طريق ايه نشيل الاقواس؟ بص هتشيل الاقواس عن طريق ان انت ما تعملهمش بمتغير جديد. يعني لو شلت الدي مع الير مع المانث كده بالشكل ده لو شلتهم خدتهم شلت ده خالص مش عايزينه شيل الاول ده خالص. تمام ونحط هنا الير ونربطهم هنا مباشر في البرنت مباشر. تمام هتقول لي كويس قوي. لو شغلنا الكود تاني تمام هيطلب منك الير هتدخله 2026 هيطلب منك المانث اللي هو 3 و7. حللك اول جزء معايا وهو الاقواس. شلك الاقواس وشلك كمان الكوما. ده كده حللك الاثنين. ولكن في مشكله عندي. ايه المشكله ان انا عايز احط ايه الوايت سبيس دي. عايز احط الوايت سبيس. اعملها ازاي؟ قال لي سهله جدا وسهله خالص كمان. ايه بقى؟ عندي ميثود موجوده في الفانكشن اللي هي برنت. طب الميثود دي عباره عن ايه؟ لو عملت كوما تانية كده لو عملت كمان كوما هتلاقي ان الميثود ديت عباره عن ايه؟ عباره عن السيب ديت هي اختصارا لسيبريت. ان هي بتفصل بايه؟ نوع الفصل ايه؟ نوع الفصل اللي انت هتفصله ايه؟ ده السيب. تمام عندي حاجه كمان ميثود تانية زي الاند. عندي ميثود تالتة زي الفايل. ميثود كتير جدا موجودة في البرنت بتقدر تستخدم. تمام ده غير الفاليو اللي انت بتحطهم. ده فاليو او اوبجكت انت بتحطهم. كويس فانا هستدعي السيب. هنا السيب تمام ديت ميثود اهيت ميثود او بارامتر يعني. تمام بتقدر ان انت تحط له حاجه. يعني هنا بتقول له انت هتفصل بناء على كذا. فانا اقول له انت هتفصل بناء على اللي هي الوايت سبيس. هتفصل بناء على الوايت سبيس. لو رحنا للسيب هتلاقي معرف لك السيب هنا ويقول لك ان هي string ايه inserted between value والديفولت بتاعها ايه سبيس. يعني القيمه الافتراضيه بتاعتها هي المسافه. لو رحت كده اتاكد هتلاقي ان فعلا القيمه الافتراضيه بتاعتها المسافه. ان هو حاطط لك مسافات هنا اهو. مسافه ما بين كل متغير. تمام بس سيبريت لي ايه بالمسافه. انا عايز اغير المسافه بقى للوايت سبيس. فاعمل ايه؟ سيب بالشكل ده سيب بالشكل ده ونحط ايه الوايت سبيس بتاعتي اللي هي دي الوايت سبيس. طب هل ينفع ان انا اربطها ما بين باي حاجه الوايت سبيس بايكوال باي حاجه؟ ايوه ينفع. تمام واشغل واعمل ران للكود. ابدا احط الير بتاعي 2026 3 7. تمام هتلاقي جابها لك بالظبط كده 7/3/2026 زي اللي فوق بالظبط اللي احنا كنا طبعناها. فانا حبيت اعرفك المشكله ثم نحلها ازاي. ويبقى كده انا خلصت المحاضره دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخطوة توصل وحدها كود وده السم حلمك مش بعيد.
معاكي